الشعب بيقول فيه ايه؟ بيحدد شروط الترشيح. هو قايل فيه ان مصري من اب مصري. انا ما اعرفش ليه من اب مصري، مع ان احنا شفنا ناس كتير لها اب مصري وبنت مصري وبتاع وعملت في البلد بهدله كبيره قوي، بس احنا لازم يبقى في مصري واب مصري. وعلى فكره في حاجه اسمها زوجه مصريه، حاجه في الرئاسه تقريبا الزوجه تبقى مصريه وبتاع، وبعدين تقعد يقول لك اصل مراته تاثر عليه. ايه مراته تاثر عليه؟ ايه مراته تاثر عليه ازاي يعني؟ مش فاهم. كاننا في دوله هم لسه بيتعاملوا معانا ان احنا دوله ممكن الراجل بالليل مراته تعمل له كده تقول له بالك حبيبي انا عايزك تحرق ايسلندا، هيقوم ياخد بعضه حرب ايسلندا، ولا كأن في مؤسسات ولا كأن في برلمان ولا كأن في برلمان حاسب ولا كأن مفيش حاجه خالص. هم بيتعاملوا معانا بطريقه معينه ان احنا هوب وان اي واحد فينا ممكن مراته تضحك عليه، والست لازم تبقى شرانيه زي ست سوزان كده، زي ما مثلا كل حاجه في الدنيا سوزان وجمال هم اللي ورا كل حاجه. سوزان وجمال هم اللي، طب ما فيش سوزان ومفيش جمال دلوقتي، مفيش اي حاجه من الناس دي، احنا ليه ما بنعملش وما بنغيرش الحاجات دي؟ مفيش. انه يكون اسمه مدرك في ان يكون حصل على شهاده اتمام مرحله التعليم الاساسي او معادلها على الاقل ويكتفي بدرجه الكتابه والكتابه مواليد 2070. يعني في شروط ترشيح مختلفه عن المواطنين. لو انت من مواليد 70 يبقى معاك الاعداديه، لو قبل كده تقرا وتكتب تخش اللجنه ترسم وزه ترسم بطه خلاص باي باي. في لجنه على فكره والله، في لجنه معموله كده، في لجنه معموله من وزاره الداخليه تخش ما تعرفش تكتب اسمك لو رسمت وزه ولا بطه خلاص انت بقيت بتعرف تكتب وتقرا وتخش عضو في البرلمان. ان ما تكونش بص لسه لحد دلوقتي في الشروط قال لك هتكون اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب وعشوره بصفه. طب ما المجلس كله اصلا وقع بسبب فقد الاستثناء، لازم يخليها انقضاء الفصل التشريعي لا صدر خلاله من اسقاط العضويه، لازم يخليها صدور قرار من مجلس الشعب. كل الحاجات دي مالهاش لازمه. اراهنكم ان انتوا تفتحوا قانون اي بلد تلاقوا فيه غير ان السن قد كذا وخلاص، مصري وسنه قد كذا، لبناني وسنه قد كذا. احنا بقى لازم يبقى اسمه مدرك ويكون عمره كذا ويكون حاصل على شهاده كذا ويكون ادى الخدمه العسكريه وما يكونش سقط عضويته قرار رغم انه مش مجلس الشعب، ويكون مش عارف ايه ويكون ايه ويكون كل الحاجات اللي موجوده دي. في بقى لجنه بتقدم طلبات الترشيح بيقول لك ايه؟ على الناخب في الدوله الامريكيه يقدم طلب الترشيح لعضويه مجلس الشعب في الدوائر المختصه للانتخابات بالنظام الفردي من طالب الترشيح كتابه من لجنه الانتخابات بالمحافظه التي يرغب المرشح في الترشيح في عدد دوائر الانتخابيه وذلك خلال المده التي تحددها اللجنه العليا للانتخابات بالقرارات التي تخلي منها 5 سنين. ويكون طلب الترشيح مصحوب بايصال ايداع مبلغ 1000 جنيه خزانه المحكمه الابتدائيه المختصه وبالمستندات التي تحددها اللجنه العليا بالقرار منها لاثبات توفر الشروط التي يتطلبها قانون الترشيح وتثبيت صفه العامل او الفنان باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك المستندات. وتعتبر الاوراق والمستندات التي يقدمها المرشح اوراقا رسميه في تطبيق احكام قانون العقوبات وتسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاثه السابقه على مرشحي القوائم الحزبيه المترقعه على ان تتولى الهيئه المختصه في الحزب او الاحزاب صدق اجراء ترشيحهم بطلب. انا هفكر حضراتكم وقت ما نكون رايحين نقدم اوراق ترشيح في 5 ايام هتشوفوا عجب العجاب في تقديم القوائم، لان احنا عندنا قوائم ائتلاف حزبيه. فاللجنه العليا لما هتروح هتقدم انت بتقدم ائتلاف ايه؟ الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الحزب الاتحاد الشعبي، ولا ده التحالف ده اسمه مش موجود عندي، ده حزب مشرف. روح هات لي من لجنه شؤون الاحزاب ورقه، روح مش عارف ايه، مفيش ولا حاجه اللي هي تحت القوائم اللي هي طالما في ائتلافات حزبيه. هذا يعني عادي زي ما كل حاجه موجوده في الدنيا. قائمه بتتقدم، اولا اللجان دي المفروض ما تبدش في حاجه، اللجان دي تستلم. انا راجل ما عنديش ولا حاجه خالص، انا راجل معايا، انا راجل جيت اسمي احمد وطلعت البطاقه بتاعتي قلت لك انا عايز ارشح نفسي، انت مالكش دعوه، انت تاخد الورق وخلاص. عندك مشكله تبعتها للمحكمه والمحكمه تستدعيني وتقول لي يا احمد انت كذاب، او واحد تاني يستدعيني. انما انت تقعد تعمل كل الكلام ده وتعطل الاوراق وتعمل اجراءات بيروقراطيه في مواطنين عندهم مشاكل وبيقرفوا اصلا من هم ينتخبوا ويقرفوا ان هم يترشحوا، تعرف الناس وراح تقدم ورق ترشيح زي موضوع الاحزاب. انا كنت ربنا اكرمني ان انا كنت محامي احد الاحزاب وهم بيقدموا الاوراق بتاعتهم بصفتي محامي. انا قلت له انت بتقدموا ليه اصلا؟ يعني ايه لازمه ان انت عشان تيجي تقدم حزب يبقى جزء منه عذاب؟ على فكره جزء منه مش قانوني، ودي مشكله في مصر ان في حاجات كتير جدا اي موظف في الدوله واي جهه اداريه تتعامل ان هي على القانون وممكن تالف لنفسها حاجات. يعني انتوا ممكن مثلا تلاقوا المحافظات تقول لك ايه انت ما جبتش 6 صور شخصيه ليه معاك وانت رايح تقدم ورقه ترشيح؟ ده القانون ما فيهوش. لا 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 دي جايب تعليمات من مدير الامن هي ورايا، ما تديش دعوه بيها، ما هي موجوده هي التعليمات ورايا. انت هتقدم ورقك ولو عملت اعتصام ولو عملت اضراب ولو عملت اي حاجه مش هتقدم ورقك. لو انت مثلا تقول له اصل انا معايا شهاده تقول ان البطاقه بتاعتي ده، هتقول لك لازم تجيب البطاقه.
بيقول انه في لجنه، اللجنه دي خدوا بالكم من حضراتكم، دي اللجنه دي لجنه متشكله بطريقه ثانيه غير اللجنه اللي موجوده. طب ما انت عامل لجنه عليا في كل محافظه، انت ليه مشكل لجنه ثانيه تقدم اوراق طلبات الترشيح؟ واللجنه الثانيه دي على فكره اقل مرتبيه من اللجنه العليا اللي موجوده في كل محافظه، لان اللجنه العليا في كل محافظه دي رئيس محكمه السجنان، وهو بيقول تتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفه المرشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لاحكام السنه الماده السادسه واعداد كشوف المرشحين لجنه واكثر بكل محافظه برئاسه قاضي بدرجه رئيس محكمه ابتدائيه. الفئه الف وعضويه قاضيين بالمحاكم الابتدائيه يختاروا مجلس القضاء الاعلى، ويتولى الامانه الفنيه للجنه ممثل وزاره الداخليه يختارها وزيرها ووظف تشكيل بهذه اللجنه. يبقى العملي انه بتاع الناس دي بتتخصص، وان اللي هيشرف على مرحله فتح باب الترشيح هي وزاره الداخليه. وزاره الداخليه بوضع القانون هتفوض مديريات الامن. مديريات الامن كل مديريه امن هتاخد القرار اللي يعجبها. وبعدين هتلاقي بقى حضرتك انه في اعتراضات هتوصف في الاعتراضات المشار اليها، ما احنا بنعترض على بعض بقى في الماده التاسعه لجنه والاثر تشكل بقرار من لجنه عليا للانتخابات بكل محافظه، تاني بيشكل لجنه ثانيه. يعني اللجنه العليا للانتخابات اللي مشكله لجنه اصلا في كل حته موجه قانون مباشر حقوق سياسيه، بتشكل لجنه تتلقى اوراق الترشيح، وبتشكل لجنه تبص في الحاجه، وبتشكل لجنه تعترض. وخدوا بالك حضراتكم كل لجنه من اللجان دي فيها مراتب قضائيه مختلفه عن المراتب الثانيه. طب انا لما اجي كمواطن اقدم شكوى، هروح اقدم شكوى لمين؟ اقدم شكوى للجنه العليا اللي ليها لجنه في كل محافظه، ولا هقدم شكوى للجنه اللي بقدم فيها ورق ترشيح، ولا هقدم شكوى للجنه اللي بتبت في اللجنه بتاعت اوراق الترشيح، ولا هقدم شكوى في اللجنه اللي بتظلم بيها من اللجنه اللي بتبت اوراق الترشيح اللي بتستلم اللجنه من اوراق الترشيح؟ دي بيروقراطيه، عقليه موظف لسه موجود لحد دلوقتي مصمم انه يتعامل بالشكل ده، وكل ده عشان يخلي وزاره الداخليه اللي تبقى حاكم مرحله الترشيح. كل اللي بيعمله ده عشان وزاره الداخليه يفضل لسه ليها يد في الانتخابات. لازم بدل ما وزاره الداخليه تبقى زي ما موجوده في كل حته في الدنيا بتامن المواطنين المصريين بس في فتره الانتخابات، بتعمل صندوق بلاستيك، بتعمل ستاره، بتعمل مش عارف ايه، وتقدمها في الشكل ده. احنا بقى هنقفل بقى الكلام ده كله، وهقول لحضراتكم المواطن المصري هيعمل ايه وهو رايح ينتخب. انا كمواطن رايح انتخب عضو مجلس الشعب، عضوين مجلس الشعب فردي، وهنتخب قايمه. اولا مفيش قوايم ولا حاجه، ده كلام كده، مفيش قايمه 4 تنفار. القايمه 4 تنفار يبقى انا ما بعملش قايمه، يبقى الانتخابات يا ريت كان عملها فردي. فانتخب قايمه مجلس الشعب، وبنتخب عضوين مجلس الشورى وقائمه مجلس الشورى. انا دلوقتي التأثير بتاع الجغرافي اللي موجود ده بيقول انه انا من مدينه نصر. مدينه نصر في القايمه في الفردي الاول هي دايره مدينه نصر كلها على بعضيها، وفي القايمه هي مدينه نصر معاها اسم شرطه اول مدينه نصر، وثاني مدينه نصر، واول القاهره الجديده، وثاني القاهره الجديده، وثالث القاهره الجديده. دي الدايره الفردي. يعني انا هختار 2 مرشحين في الفردي على التقسيمه الجغرافيه دي، وهقوم انا بقى رايح في القايمه عامل ايه؟ معايا انا في القايمه ربنا رزقني في القايمه بالحدايق والزيتون، او مرشحها. يعني انا في ادي دايره انا بنتخب 4 دوائر يعني، واقوم رايح على مجلس الشورى. عمل ايه في مجلس الشورى؟ ده خد بالك انا بعرف اقرا واكتب وبشتغل في الانتخابات بقالي دلوقتي 12 سنه. اقوم رايح في مجلس الشورى مختار عضوين تاني على دايره في مجلس الشورى، دايره ثانيه معايا بقى غير الزيتون بقى الطاهر والازبكيه وحسين ومحسن وحسنين وكده، وبعدين معايا بقى دايره في مجلس الشورى على مستوى المحافظه ثانيه ايمن. ده كلام ينفع؟ انا اختار ازاي الفرز يا عم سيبك من الفرز ايه ده بقى؟ الاربع انا رايح كمواطن انتخب 4 دوائر. رايح انتخب 4 دوائر. ليه تخليني انتخب 4 دوائر؟ ليه عايز تكفرني من الانتخابات؟ ليه تخليني انا اروح انتخب 4 دوائر؟ انتخب دايره فردي بشكل، وانتخب قايمه معايا ناس ثانيه ما اعرفهاش، هنتخب شورى فردي. ايوه يا استاذ. النظام الفردي هو النظام اللي حضرتك بتروحي تنتخبي فيه شخص واحد او شخصين مستقل حزبي اي حاجه منه. يعني انت بتروحي تنتخبيني انا، تنتخبي الاستاذ محمد عيسى، تنتخبي الاستاذ زياد، تنتخبي الاستاذ زياد، تنتخبي اشخاص.
الاشخاص دول ممكن يكونوا حزبيين وممكن يكونوا مش حزبيين، يكونوا افراد عاديين مستقلين. انا عشان انجح لازم اخد 51% من الاصوات. عيب النظام الفردي ان في 49% من الاصوات بيتم اهدارها. يعني حضرتك ليه؟ لان انا لما اخد 51% هتمثل في البرلمان، والمواطنين اللي انتخبوا واحد تاني 49% مش هيتمثلوا في البرلمان. ففي 49% من الاصوات اترموا في الزباله. المفروض كده. يعني هو يعتبر ان 51 هي الاغلبيه. هي الاغلبيه. طب وايه المطلوب بقى؟ خلاص هو نجح في البرلمان لما يبقى 51%. يعني ايه بديل؟ في بديل تاني، نظام القايمه. نظام القايمه ده ان في حزب بيتقدم بعدد معين من الاعضاء. في قايمه مفتوحه وفي قايمه مغلقه. القايمه المغلقه ان حضرتك تروحي تعلمي على مثلا حزب الوفد، تاخدي الثمان اعضاء بتوع كل يوم. او حضرتك ودي بتبقى اسمها قايمه مغلقه. او حضرتك تقومي رايحه واخده 4 من حزب الوفد، 3 من حزب العمل، 2 من حزب مش عارف ايه، 1 مستقل. في طريقه ثانيه حضرتك ممكن تكتبي بيها. القايمه فيها اهميه ان حضرتك بتكتبي حزب. القايمه المغلقه بتبقى مجبره من قبل الحزب انك تختاري اعضاء معينين. القايمه المفتوحه بيبقى الموضوع بالنسبه لك انك انت ممكن تعملي كوكتيل من الاحزاب وانت وراها. كل نظام من الانظمه دي ليها عيوب ومميزات. الفردي عيبه ان حضرتك بتختاري شخص، ما بتختاريش حزب. عيبه ان ممكن في مجتمعات زي اللي احنا موجودين فيها دي عندها شويه مشاكل طائفيه، وعندها عدم احترام للستات، وعندها الفلوس بتاثر في الانتخابات، وعندها العصبات والقبائل بتاثر، ما بتعملش نظام انتخابي عادي. انما هو في المانيا ماشي زي الفل كويس، النظام الفردي ماشي كويس حلو. الفردي فيه حاجه كويسه ان حضرتك لما بتروحي تنتخبي بتنتخبي ما بتبقاش اسيره حزب، وتقدري تنتخبي اللي تعجبك، وفي سهل قوي. يعني نظام سهل مش معقد، لا معقد في حسابات ولا معقد في اختياراتك. انا بحب محمد عيسى وزرع رحت انتخبهم وخلاص، حطيت صوتي في الصندوق واتكلت على القايمه. بقى فيها ميزه ان هي بالذات القايمه النسبيه المشروطه، في ميزه انه انا اقدر لو في اقليات بتمثلوا في البرلمان، لو في كوتا اقدر انفذها اطبقها، مفيش فلوس كتير بتتصرف فيها، ممكن تقضي على العصبيات والقبليات، ممكن تقضي على نفوذ الدين، في مجموعه من المشكلات ممكن تحلها. وفي نوعين من القايمه. القايمه النسبيه المشروطه زي ما قلت لحضرتك، ان هي ممكن تحط شروط معينه في القايمه، تقولي انه القايمه دي لازم تبقى مغلقه، مفيش اختلافات احزاب، مفيش مستقلين من حقهم انهم يعملوا قايمه. وفي قايمه نسبيه ثانيه ممكن تقول فيها اللي هي القايمه النسبيه اللي مش مشروطه، تقول فيه انه من حق المستقلين زي العراق كده، زي انتخابات العراق، ان المستقلين يعملوا قوائم مش عارف ايه يعملوا ايه. في نوعين في القوائم، يا اما المجتمع كله بيبقى قايمه واحده زي اسرائيل، يا اما بتبقى القوائم دي متقسمه على توزيع جغرافي او سكان. احنا بقى عملنا ايه هنا في مصر؟ خدنا فردي وقايمه. واسوأ ما في الفردي واسوأ ما في القايمه. أسوأ كمان، لأن الفردي ميزته إن الدايرة تبقى صغيرة، وإن في سهولة. الدايرة كبيرة، يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجة، هل تتصوري حضرتك إنه في حاجة اسمها إن هو يعمل دايرة فردي فيها قصر النيل والزمالك والموسكي وعابدين والأزبكية والبراء والظاهر، ده كلام مساحة تخلي فيها اثنين في كده؟ مين اللي يقدر يلف الدايرة دي؟ واسمه إيه إن المواطن بتاع قصر النيل يبقى ليه دعوة بالمواطن بتاع الظاهر؟ واسمه ايه ان المواطن بتاع ابو لاء ليه دعوه بمواطن الزمالك؟ يعني كلام فين؟ كلام فيه هناك. كل دول من دول العالم بتقسم التوزيع الجغرافي، تقول لك انا عندي كرسي لكل 50,000 مواطن او كرسي لكل 3,000 مواطن. احنا طبعا مش هينفع كرسي لكل 50,000 مواطن لان البرلمان هيبقى في التحرير. احنا ممكن نقول مثلا كرسي لكل 500,000 مواطن، والمناطق النائيه يبقى كده، يبقى التقسيم الجغرافي كده. انما احنا هنا عندنا بنقسم بقى الجغرافي، بنقسم الدول ازاي؟ الحته دي شبه كده وقع اليمين شويه عشان دي فيها ناس هتعمل عوق، ما تدخلهاش في المكان اللي موجود ده. ما تقربش من دايره مصطفى بكري عشان احنا عايزينه في الانتخابات اللي جايه. الحته بتاعت مدينه نصر دي فيها مش عارف ايه، وفي بقى حاجات انا ما اعرفش اللي بيعملها قصد ولا لا. يعني لما واحد يعمل الزيتون وعند نفس الدايره وهي كلها مسيحيين يبقى بيولع البلد. يعني اغلبيه السكان اللي موجودين في محافظه القاهره في الزيتون وعين شمس مسيحيين. يعني تركز المسيحيين في مصر في محافظه القاهره في الحتتين دول، يعني ده معناه ان المسيحيين هينزلوا مرشح، وده معناه انك هتعمل دايره، هتعمل اصلا حاجه مشكله طائفيه هتخلي الاقليات تتمثل بطريقه ان يكون في قايمه. انا ما اروحش اشاور، انا بص يا فندم انا بعمل، احنا كده حسيت ان ابتديت ان انا كنت بص يا فندم انا ممكن اخلص وبعد كده نعمل اسئله. بس اللي انا اعرفه ان النظام الانتخابي دي بتعمليه عشان تحل المشكلات اللي موجوده عندك. احنا عندنا مشكله طائفيه في مصر اللي مش عايز يحترم بيها وحر،
وعندنا مشكله ان الستات ما بتتمثلش، اللي عايز يعترف بيها وحر، وعندنا مشكله ان الفلوس بتاثر في الانتخابات، وعندنا مشكله ان الحصانات والقبلات بتاثر في الانتخابات. ايه الحل كان عندنا؟ ان احنا نعمل قوايم مغلقه بقى مفتوحه مش مهم، نعمل قوايم والقايمه تبقى كبيره. يعني ايه مثلا؟ يعني محافظه القاهره دي تقسم 3 دوائر قوايم، لو هي عندها مثلا 60 كرسي يبقى كل قايمه 20، يبقى كده في حاجه عليها طلب، يبقى انت كده بتدي فرصه للاخوان ياخدوا 10 كراسي، الوفد ياخد 4، الثاني ياخد 3، ياخد 2. انما لما نعمل قايمه 4 تنفار بس يبقى دي مش قايمه، الصوت ب 25%. طب وانا ايه اللي يخليني انزل قايمه؟ ما انزل فرد احسن. يعني حضرتك دلوقتي لما ابقى انا راجل رايح، انا مش فاهمه ازاي قايمه تبقى 4 يعني احنا دلوقتي عندنا احنا مقسمين جمهوريه مصر العربيه كويس حضرتك، عندنا فيها عدد دوائر الفردي 14 دايره كويس، هتطلع 28 عضو في القاهره ماشي، وعندنا 28 وفي 28 عضو قايمه. 28 عضو قايمه دول احنا مقسمينهم على 7 دوائر قوايم، يعني دايره القايمه ب4 بس. اوكي، بدل ما نقسم ال 28 على 2 ولا نقسم ال 28 على 3 عشان يبقى الدايره مال والعين كده ونقدر نختار من الناس، يبقى في فرصه الاخوان ياخدوا 5، انا اخد 3، فلان ياخد 2، لا انا مقسم الدايره 28 كرسي اللي موجودين للقاهره 7، فكل دايره تبقى 4 بس، مفيش قايمه 4. قايمه 4 دي يعني الصوت ب 25%. يعني احنا لو عندنا رغيف وهناكل احنا الاربعه، هديك ربع وانت ربع وانا ربع، غير كده مفيش. انما لما الرغيف يبقى متقسم على 12 نفر ياخد 12، كل واحد من الرغيف ياخد حته. فانا دلوقتي عندي الصوت في القايمه 25%، والقايمه بتقول اول واحده عمال، يعني الفئات باي باي كامبوره مش هيترشح. يعني انا دلوقتي لما حزب جديد من الاحزاب الجديده دي اللي هتعمل ائتلاف الكتله المصريه دي اللي هي عامله عيسى وزربانيطه دي ازاي تاخد 50% في اي دايره؟ يبقى ده معناه ان اللي هينجح فيها بالعافيه عمال وما عندوش عمال. ودي على فكره مشكله برضه محدش عنده عمال. والاتحاد العمالي الجديد اللي جه ده مش هيدي شهادات زي اللي كان بيديها الاتحاد. كان امن الدوله بيرفع سماعه التليفون، ادي يا ابني للواء فلان الفلاني عمال حاضر، ادي للسويرس لو كان عايز يطلع شهاده عمال رفع سماعه التليفون. اللجنه اللي موجوده دي انا عارف الناس اللي فيها مش هطلع شهادات، حتى العمال مش هطلع لهم شهادات. انا عارفهم كويس، اصحابي انا عارفهم. ايه؟ هنعلق طب مش هيدوا حاجه، مش يعني ما فيش شهاده بتاعت العمال دي مش هتتاخد. ممكن اصلا الحزام ما تلاقيش مرشحين عمال. يعني اللي انا عايز اوصفه يعني مثلا احنا هنا عندنا الطبيعي والعائل، القاهره اجمالي سكان الناس اللي فيها 12%. المفروض ان اللي بعد القاهره على طول عندها كراسي كبيره هي الجيزه لان عندها 8%. لا، في محافظات اكتر من الجيزه في البرلمان. ليه الغربيه اللي سكانها بيمثلوا 5% من البرلمان يبقى عندها كراسي اكتر من الجيزه؟ هو التقسيم ده على اساس ايه؟ قولي لي انت. ما انا بقى الاساس ان انا بقول انا شويه المفروض اني يوزع الجغرافي يوزع سكاني وانا بوزع سكاني، اراعي الجغرافي وانا بوزع الجغرافي اراعي سكاني. يعني ايه واحد النوبيين بقالهم دلوقتي في مصر 50 سنه بيشحتوا دايره البرلمان؟ الناس كلها عارفه النوبيين لو اديناهم كرسيين مش هيعملوا حاجه. ايه اللي بيمنع الدوله في مصر ان هي تدي كرسيين للنوبه؟ كان هم زمان عندهم مشكله ان هم كانوا عندهم هم دول ناس طيبين، هم كانوا بياخدوا كرسي ودول كانوا بياخدوا كرسي. هيقوم اللي يرسم الدوائر يعمل ايه؟ اولا يعمل اسوان قايمه واحده، وبعدين لما يجي يعملها فردي يقوم عامل كومومبو والنوبه واسفه الجعافره بيكرهوا النوبيين عشان يضربوا بعض. ده عمل كده ليه؟ ده عمل كده يا اما انه اهبل يا اما انه شرير، وانا مش هفترض انه شرير لان هم امناء على الدوله. انا اللي وحش وهو شرير، فهو مش عارف يسال، وبعدين ما يعترفش بالغلط ما يصححوش، لا هو كده الصح. انا بعمل كده عشان ادوب النوبيين مع الجعافره. ممكن على فكره لو سالتيه يقول لي التصحيح ده اللي موجود. اما بقى مشاركه المراه بقى في البتاع ده فده العدم الحكايه. طب ممكن اما ليه مشاركه المراه؟ انا فهمت ان المواطن هيروح 4 اماكن، يعني 4 حاجات. لا هو هيروح لجنه واحده. هي لجنه واحده هيعمل فيها ال4 حاجات دول. هيعمل 4 حاجات. بس كل مره هيبقى كمان هم بيقولوا ان القايمه ما تيجي هنا زرع بقى عشان تجي انت الموضوع بعد كده. يجي في القايمه يعمل ايه؟ نختار واحده ست تبقى في القايمه. ما هو الكوتا دي خدي بالك انه الكوتا دي في مشكله عند المواطنين المصريين في الكوتا. يعني هم يجي يقول لك ايه احنا هنخلي الستات تترشح، تبقى احنا عايزين الستات في مجلس الشعب فيعملوا لنا كوتا.
فيقول لك ايه لا ايه وليه ما تبقاش زي الناس اللي موجوده لان احنا معادين، احنا في مجتمع ذكوري معادي لمشاركه المراه، ده اكيد محدش في مصر بيحس بغيره. يعني مثلا احنا الرجاله كتير قوي في مصر ما يحسوش بالستات. ايه يعني الستات ما يعني ايه؟ يعني مثلا احنا لما جم في 2010 لما خدنا الصفر في البتاع بتاع كاس العالم، الراجل بتاع لجنه كاس العالم وهو ماشي كان ماشي مع اللجنه قال له ايه؟ فين حمام الستات؟ قال له مفيش حمام الستات. هو الستات اصلا هو بالنسبه له الستات بتيجي الكوره، الستات بتيجي الكوره ليه؟ احنا خدنا صفر بسبب واحد من الاسئله اللي خدنا بالنسبه لها صفر ده، لان احنا اصلا يعني ايه الست تخش الحمام بره البيت؟ يا ليه؟ يعني هي تخش تروح الاستاد وعايزه تخش الحمام؟ ست وعايزه تخش البرلمان، ولما نعمل لها كوتا يبقى الكوتا دي هو اللي الحزب الوطني هيسيطر بيها على البتاع. يعني الحزب الوطني ما كانش مسيطر على الانتخابات قبل كده، والدوله مش عايزه تعمل كوتا، في ضغوط دوليه عليها عشان تعمل كوتا. فلما تيجي تعمل كوتا تختار اسوأ انواع وانظمه الكوتا عشان تكره الناس فيها. فهو عايز يقول ان الستات تشارك. اولا المسيحيين ضعفوا وهم السبب في ضياع نفسهم. المسيحيين سبب في ضياع نفسهم. لان هم مصممين ان هم يربطوا نفسهم بمن يدير الدوله المصريه. بيراهنوا على مبارك وبيراهنوا على المجلس العسكري وبيراهنوا عندهم مراهنين ده الهرم هيفضلوا كده طول عمرهم. بالذات الارثوذكس، انا اسف ان انا بقول كده، هم عندهم واكتر ناس هتخسر من الثوره المصريه هم الناس دي، لان هم بيتعاملوا مع الموضوع ان هم عليهم ان هم يشوفوا مين اللي هيحميهم، وكأن هم مش جزء من اصحاب البلد اللي موجوده دي، واصبحوا متقاتلين زيهم زي السلفيين بالظبط، وشايفين انه مفيش حل بالنسبه لهم غير ان هم يعملوا اتفاقات عبر الكنيسه مع الدوله المصريه، ورغم ان الموضوع ده فشل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، بس هم مقررين ان هم يعملوه. اعاده انتاج فشل، هم مصممين ان هم يكملوا فيه ومصممين ان هم يعملوه. انت في مجتمع طائفي وما انتش، ولازم عشان تكسر لازم اولا تعترف ان انت في مجتمع طائفي وتشوف حلول للموضوع ده، وعشان تشوف حلول للموضوع ده لازم تبقى انت عارف انت بتعمل ايه. واحنا مصممين ان احنا ما نعملوش. مفيش ستات هتنتخب، مفيش حاجه اسمها انا براهنكم ان دلوقتي شفت ست هتخش في البرلمان انا بقول بس. الست اللي هتقدر تنافس في الفردي وفي القايمه هو بيقول ان المفروض يكون في واحده ست هي اللي بتعمل برلمان. انا هشرح لحضراتكم كويس ان انت جبت لي البتاع ده، المواطن هيروح يصوت ازاي، وحدد لحضراتكم مثال لاي دايره من الدوائر انتوا ممكن تختاروا. ده جنوب بني سويف. ما عنديش بني سويف. انا مواطن هروح هستلم 4 ورقات وهيبقى فيه 4 صناديق، وكل صندوق هيبقى عليه موظف، وكل موظف هيبقى عليه مندوب. خدوا بالكم حضراتكم من الموضوع ده. والمهازل بقى هتحصل في ايه؟ مش في الناخبين، المهازل هتحصل في الموظفين اللي بيوزعوا تذاكر الانتخابات بطاقات الانتخابات. انا كموظف عندي ادي صندوق، الصندوق ده هيبقى فردي مجلس الشعب وهيقعد عليه موظف. هيقعد عليه موظف فردي مجلس الشعب، هيقعد عليه امين لجنه. في اختراع عندهم ان هم يعملوا كل ده ويبقى في قاضي مشرف على اللجان دي كلها. في كلام تاني، خدوا بالكم احنا كل الكلام ده بنعمله والانتخابات طالع عليها اسبوع وما احناش عارفين مين اللي هيعمل ايه ولا مين اللي هيحصل ايه. دي فردي مجلس الشعب، وهنا قايمه مجلس الشعب ده صندوق، وهنا فردي مجلس الشورى، ما اعرفش مجلس الشورى اصلا عاملينه ليه، وقايمه مجلس الشورى. حد عارف مجلس الشورى بيتعمل انتخاباته ليه ولا ليه بنعمل لك مجلس الشورى؟ محدش عارف. حد طلب ان في مجلس شورى؟ محدش طلب، بس هم عايزين يتعمل. هم في مجلس شورى لازم يتعمل وخلاص، وفي قايمه مجلس شورى. حضرتك هتختار واحد عمال وواحد فئات هنا اهو. انا من مدينه نصر هختار من دايره مدينه نصر واحد فئات وعمال. اوكي؟ دي ليها امين لجنه قاعد وسجل ويشوفني انا متأيد في مدينه نصر ولا مش متأيد في مدينه نصر. وبعد كده هنا اهو في الحته دي هنتخب قايمه لمدينه نصر من 4 تنفار. معايا غير في مدينه نصر الحدايق وحته ثانيه انا مش فاكرها لان الاستاذ محمد عيسى ما صورليش الحاجات اللي انا كنت عايزها. 4 لازم نمره 1 فيهم يبقى عمال وفلاحين، ونمره 2 فئات. ممكن كلهم يبقوا عمال وفلاحين، بس لازم يبقى نمره 1 عمال وفلاحين وما يبقاش فيه 2 فئات ورا بعض. وواحد فيهم مرأة، طبعا المرأة نمره 3 او نمره 4 اذا ربنا كرمها يعني. اكيد. ولو ما فيش في القايمه ولا لازم يبقى في القايمه في واحده ست.
انا بس عايزه افهم يعني احنا هنختار القايمه وبعدين هنختار جوه القايمه. لا 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 لا، حضرتك القايمه هتيجي عليكي، يا هتختاري قايمه ائتلاف حزب معين، يا هتختاري قايمه حزب، يا اما حزب يعني حزب العدل مقرر انه يخش الانتخابات. قايمة مغلقة. قايمه مغلقه ان شاء الله. 1 2 3 4 ده مجلس الشعب. مجلس الشورى بتختار 1 أو 2 اللي هو عمال وفئات برضه نفس الطريقه. وهنا قانون مجلس الشورى بتختار قايمه من 4 برضه بس على مستوى المحافظه بقى. بصوا حضراتكم، انا في مدينه نصر ليا دايره اسمها دايره مدينه نصر، فيها اسم اول شوف مدينه نصر، اسم شوف مدينه نصر، وقرار جديد ده والرحاب والاسم والزنبليطه دي كلها. دي فرق. في القايمه عندي معايا الحدايق كمان معايا. ايه؟ يعني انا في الدايره القايمه معايا دايره ثانيه. يعني ما هو القايمه، بص القايمه متقسمه شرق القاهره، جنوب القاهره، في انا معايا مواطنين ثانيين. يعني انا صديقي اللي في الحدايق هيبقى بينتخب نفس القايمه دي معايا، بس هو في الحدايق بينتخب حاجه ثانيه في الدنيا. انا اسف يا جماعه، هو كده انا ما عنديش القايمه فرق ايه؟ الورق بعد كده هينزل الحاجة ازاي بقى؟ ايه؟ هينزل ازاي؟ طب انا حاطط صندوق واحد. وبعدين لا، كل واحد في صندوق، كل الورق ده هيتحط في صندوق. وبعدين مجلس الشورى هيختار له حاجه، ومجلس الشورى هيختار له حاجه ثانيه. ايه بقى المشكلات اللي موجوده في دي؟ ان انا كمواطن انا كده يعتبر بختار 4 دوائر، لان دي دايره ودي دايره ودي دايره ودي دايره. انا كمواطن في مجموعه من الاسئله انا عايز اسال بيها الراجل اللي عمل الكلام ده. انا كمواطن من مدينه نصر، انا كعاطف زي الفيلم اللي هو بتاع انا كمواطن في مدينه نصر، هل انا من حقي اروح انتخب في الحدايق؟ من حقي. المفروض، لان انا وبتاع الحدايق معانا 3 دوائر مشتركه. وهتلاقي ناس حاجات زي كده عشان تبقوا عارفين. لا ما لو السيدة هتلاقي برضه. انا كمواطن من مدينه نصر مشارك مع مواطن الحدايق في 3 دوائر انتخابيه. دايره قايمه معاه، دايره فرد شورى معاه، دايره قايمه مجلس الشورى معاه. وكمان خدي بالك انا مشارك مع دايره قايمه مجلس الشورى مع نص محافظه القاهره. في اقران اخرين ليا انا معاهم في مجلس الشورى، وفي اقران اخرين ليا في الفرد معايا. مش اي كلام، ناس بتستعبط علينا ومصممه ان هي تدور الموضوع بشكل مقرف عشان كلنا نقول ان الكلام ده ما ينفعش. وفي ميكنه معموله. انا هخلص بقى كلامي واقعد اشرب ميه واسكت. الكارثه بقى الثانيه ان انت هتفرز ازاي؟ لان انا كمواطن من حقي ان انا اختار هنا وما اختارش ال3 دول. حقي. فانت هتحسب العدد اللي راح وجاء منين. يبقى انت عايز تعمل محضر فرز هنا ومحضر فرز هنا ومحضر فرز هنا ومحضر فرز هنا ومحضر فتح لجنه هنا ومحضر فتح لجنه هنا ومحضر فتح لجنه هنا ومحضر فتح لجنه هنا. وده شيء متعب جدا. ويبقى لازم يبقى في قاضي على كل صندوق، او على الاقل موظف على كل صندوق مدرب. واحنا مش هنلحق نضرب الموظفين، ولا الموظفين عارفين حاجه ولا فاهمين اي حاجه خالص. وكمان في ناس بتيجي من بره تقول لهم ما نضرب لكم الموظفين، يقول لك تضربوا لي بتاع ايه؟ انا قادر ان انا اضرب اي حد، وهو نفسه مش عارف. يعني ممكن مثلا دولارز يروحوا يقولوا له ايه؟ احنا عندنا استعداد نضرب الموظفين، يقول لك ما تضربليش حد، انت بتتدخل في شؤوني ولا ايه؟ انا مش هو بتديك فلوس عشان تعمل البتاع، ما بتديش فلوس. انا ما عنديش فلوس ولا ايه؟ انا عندي كل حاجه اقدر اعمل كل حاجه. فاللي موجود ده هيعمل بقى. واتفرجوا بقى على العجب في ايه؟ انا كموظف حكومه المسؤول ان انا اوزع الاستمارات دي. فمين بقى موظف الحكومه النميس اللي في مصر اللي هيعرف انه في الحته دي هيوزع ال4 دول، وفي الحته اللي بعديه هيوزع 4 تانيين، وفي الحته اللي بعديها هيوزع. انا رحت لقيت الانتخابات في السودان، المواطن في السودان كان بيصوت فردي، لا كان مش فردي، كان بيصوت في شمال السودان على 8 اوراق اقتراع، وفي جنوب السودان على 12 ورقه. نسبه الاميه في السودان 101%. كان في ناس قاعده تشتغل من الصبح من الساعه 8 للساعه 2 الظهر بينتخبوا حاكم ولايه غير الولايه بتاعتهم. وشغالين لحد ما وزير راح، وزير اسمه غازي صلاح الدين، قال لك الله ده اسمي مش هنا. والناس دي بتنتخب على ايه؟ وهم بيفرزوا لجنه في جنوب السودان. والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده، وانا حاسس ان احنا رايحين على كده. عدد المدعوين للتصويت 281، اللي حضروا 282، اللي قالوا لا 285. وانا شايف ان الانتخابات في مصر هتخلص كده، وانا اسف ان انا احبطتكم. يعني جزء من